بسم الله بديت وعلى النبي صليت عليه أفضل الصلاة والسلام. كما كتشوفوا البنات اليوم غادي نشارك معكم لي تارتيلات. ان شاء الله نتمنى تحضروهم وان شاء الله كامل يعجبوكم البنات. هادو تحضيرات يعني المسبقة للرمضان، اللي يبغي يحضر واللي ما تبغيش تحضر عادي دير الوصفة يعني في اي يوم من ايام رمضان ان شاء الله. مهم البنات كما كتشوفوا بالنسبة هنا للمقادير، عندي هنا 4 ملاعق تاع المارغرين. ضربتها هنايا شوية، درت ملعقة كبيرة تاع السكر، درت ملعقة صغيرة تاع الملح، ونضرب هنايا نضرب مليح هذيك الملعقة تاع السكر مع المارغرين، ونبدا هنا نضيف في الزيت. هنا عندي نصف كأس تاع الزيت، نبدا نضيف فيه غير بشوية ونضرب كما كنتوا تشوفوا حتى اللي تشوفي الخليط تاعك يعني بدات لا كولور تاعه تتبدل. وهنا البنات نصف كأس تاع الماء عادي يعني بارد، تاني كتضربي وديري الماء تاعك. هنا اللي يعني دير هذيك الوصفة في نفس اليوم تقدر تستبدل الماء بالحليب، يعطوك يعني حقيقة نفس النتيجة. لكن اللي تبغي ديرها بالحليب ديرها بالحليب، شيء اللي ديرها بالحليب ما غاديش يعني ما تقدرش تخبيها المدة طويلة. المهم البنات كما كنتم تشوفوا هنا نضرب غايه حتى اللي هذاك الخليط تاعنا يتغير. اللي ما عندهاش الباتور تستعمل الميكسور عادي. لازم شوفوا هنايا لازم هذوك المقادير الاولى يتجانسوا، ولازم هذاك الخليط يرجع لونه بخيسك بيض. هنا درنا الكاس الاول تاع الفارينه، ودرنا هنايا فقط يعني على راس الملعقه تاع خمرت الحلوى، فقط على رأس الملعقة. وهنا نبدو نجمعوا بالدقيق الأبيض. درت الكاس الأول، دوك نزيد هذاك الزاوج، ونبدا نجمع في العجينه غير بشويه. لازم تاني البنات نخلو العجينه تكون طريه باش من بعد ما تغلبناش في الخدمه تاعها ولا تقعد تتفتت لنا. اذا شفتيها بزاف غادي تقعد تفتت لك غير روحها. هنا زدت هذاك الكاس الثالث، وزدت هنا الرابع. هنا البنات الرابع تبدو تضيفوا فيه غير بالعقل. هي كل فارينه وكيفاش، كاين فارينه اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. هي انت في الرابع تبدي تضيفي غير بالعقل باش ما تنشفيش العجينه تاعك، وباش يجيك هذوك لي باكيت ما يجوكش كي شغل قاصحين ولا ما على باليش كيفاه. المهم لازم تخلي العجينه تاعك طريه. ها هي البنات خليت واحد الربع كاس من هذاك الكاس، خليت ربع كاس. ها هي البنات جمعتها، شوفوا كيفاش راها طريه، راها تبان بلي طريه. نغطيها ونبدا هنايا البنات هادو ليمون تاع لي باركيت. مهم انا غادي ندير فيه هادو لي كيش، وهادو تاع لي باركيت مدورين هادو صغار. اللي تبغي دير حجم كبير دير حجم كبير. هنا تاني هادو تاع لي غوبلي تاع القهوه، اللي عندها تاع الحلوى تاع المهراز ديرهم من الاحسن. شوفوا هنا البنات ندهنهم بالزبده، ندهنهم غايه ونزيد ندير لهم الفارينه عليه باش ما يلصقوناش، وتانيك يعشوا يعني متفتين ولا حاجه. المهم شوفوا هادوك دوك ديجا نوريكم الحبات كيفاش خرجوا. شوفوا هادو ليمون ديجا تعمدت نخلي، ما بغيتش نقطع، قادره يعني نقطع جزء من الفيديو ونحط لكم غير هادو، لكن تعمدت نحط لكم. كاين اللي تقول لك بالك نقدر ندير فيهم، لكن ما تقدريش يغبنوك بزاف، وديجا العجينه تجي هشه وتجي يعني طريه، يغبنوك وما تقدريش يعني ديمو ليهم تفتيهم، وتاني يطيبوا لك في ساعه ماشي كيما هادو ليمول تاع الالومنيوم. المهم هنا شوفوا البنات بغيت ندير هذه الطريقه حقيقه ما عجبتنيش، قلت ندير بيديا وخلاص. انا موالفه ندير بيديا وخلاص. شفتها في التيك توك يديروها بزاف، اللي يخدموا لي كوموند وكاع. دير ساشي من الفوق وتضغط عليها بمول واحد الاخر يخرج لها الشكل. لكن انا قلت نعتمد على يديا خير، نمشي هكا العجينه وتجي مقوصه. شوفوا العجينه البنات ما ترقيها حتى لي يبقى المول يبان، ما تخشنيها، يعني ديريها نص نص. وهنا البنات طبعا نكونوا مسخنين الفرن. هي شوفوا لي باركيت اذا بغيتيهم يطولوا لك مده
طويلة بزاف، ولا تقدري يعني تخليهم كيما اللي راهم ينباعوا اللي راهم يديروا لي كوموند. كاين اللي يعني تقول لك عادي حطيهم. وكم بزاف هادوك كيما اللي نشروهم من السوبيرات، عادي مطيبينهم شايه. لازم في الطياب، هي السر كامل راه في الطياب. لازم مين تطيبيها، لازم لها تبقى يعني مدة لاباس بها، تنقصي لها النار، هي في الاول تكوني مزيدة، ومن بعد كي تدخلي لي مول تاوعك يطيبوا، تنقصي للفرن. وطبعا البنات لازم تثقبيهم، دوك نوريكم لازم تثقبيهم وديريهم على درجة حرارة تكون يعني شوية منخفضة. هي كل وحدة والفرن تاعها، انا نديرهم في الفرن الكهربائي. نديرهم على درجة 200 لانه عليها الفرن ثقيل بزاف، يعني ما يطيبش بالخف. هي اذا كان الفرن تاعك حامي بزاف ديريهم على درجة حرارة 180، وخليهم يطيبوا في غرضهم حتى لي تشوفيهم بداو ياخذوا هذيك الحموريه الخفيفه. يعني غير شويه حموريه من تحت، ما تطيبيهمش من الفوق، غير من تحت يدولك شويه هذيك الحموريه الخفيفه. اقلعيهم من بعد ان شاء الله يا ربي. كي تبغي تجبديهم وتبغي تعمريهم، تجبديهم عادي تعمريهم وديريهم يطوبوا يزيدوا يطوبوا. تعمريهم باي حشو تفضليه نتيا. تعمريهم باغ اكزومبل تقدري غير البصل، البصل ويعني تقدري ديري له شويه تاع، تزيدي معاه شويه طون، تزيدي معاه ولا ديري معاه صدر تاع الدجاج طحنيه. وتبليه وبعد ديري خليط تاع كريم فريش مع البيض والحليب تاني. وتديري تبليهم، ديري شويه معدنوس وتعمريهم وديريهم يطيبوا. كي تبغي يعني طيبيهم سيرتو اذا طيبتيهم من تحت حمرتيهم، تشعلي غير من الفوق، ولا تقدري تشعلي من الفوق ومن تحت باش يحمروا لك غايه. ها هما البنات نثقبهم وندخلهم للفور عادي. كما قلت لكم هادو لي غوبلي تاع القهوه ما ننصحكمش بيهم. ها هما هنا البنات بعد اللي طابلي. شوفوا البنات كيفاش طيبته، يعني راني مطيباته، وشوفوا هنا لويتهم في السلوفان. شوفوا هنا كيفاش راني مطيبتهم من تحت، محمرتهم غير واحد الشويه، يعني تحميره خفيفه. ها هي كما كنتم تشوفوا، باش يطولوا لي مده طويله. اللي تبغي تخليهم يعني برات المجمد. هادو البنات، هادو اللي درتهم في لي غوبلي كما قلت لكم طابوا بالخف. شوفوا غير اللي دخلتهم تنشم في الريحه، يعني طيبتهم بزياده. على هذيك غادي انا هادو نخليهم ان شاء الله غادي نطيبهم. اما هنا بالنسبه للثوم كما كنتوا تشوفوا بعد اللي قشرته نقيته، من الاحسن ديروا ليغون باش ما يحرككمش وما يخسركمش يديكم. مهم نحكموا الاشوار، نفرغوا هذاك الثوم كاع اللي كنا نقيناه. من الاحسن البنات تشرو حبات كبار باش ما يغبنكمش في النقاوه، باش تنقوه يعني بالخف. درته هنا في الاشوار، ونضيف له الملح نديرو ملعقه كبيره في هذا الكونتيتي. كما كنتوا تشوفوا يعني راها واضحه قدامكم. هذا واحد الرطل. درت له ملعقه تاع ملح يعني كمحسن، ونديروا له تانيك شويه سكر، يعني اختياري هذاك السكر يعني غير زياده. يعني ديجا الملح راه محسن، تانيك السكر تاني كينعد محسن. المهم وتاني كي نزيدو الزيت البنات غادي يحافظ لنا على لا كولور تاعه، غادي يقعد لنا لا كولور تاعه بلون، يعني ما يتاكسدش. هاو السكر البنات شفتو ما كثرتش يعني. ونديرو الزيت هنايا. هنا درت في الاول ثلاث ملاعق. المهم شوفوا البنات الزيت كل ما تكثري كل ما يقعد لك مده اطول. يعني ديري الزيت حتى اللي تغطيه هنا غير في الاول من نبدو نخدموا به في الاشوار. والبنات هنا في الاشوار ما تبديش تطحني ديريكت، يعني في الاولى ديري السرعه يعني الاولى، ومن بعد بدي تزيدي في السرعه، وما تخليهش ينطحن لك تيولي لك يعني كريمه. خليه شويه يعني هكاك مفتت. ونزيدو هنايا كما كنتو تشوفوا راني غير نزيد في الزيت كما قلت لكم يعني. ديروا حتى 7 ملاعق 8 ملاعق تاع الزيت. ومن بعد مين تدوروه البنات تاني في البلاره تاعكم زيدوا يعني غطوه ديما ديما اللي تخلوه مغطي بالزيت باش يقعد لكم يعني يقعد لكم غايه. وشوفوا البنات هذا الوصفه يعني تخليها، شوفي تلقيها كي الحسنه سيختو رمضان شي قدك ساعه وين ما تبغي كل يوم تطبخي الحريره
تطحني، وين ما تبغي ديري في الحوت، تبغي ديري في الكفتة تاعك، يعني في المثوّم. على هاذيك تلقيه كي الحسنة. المهم وجدوا هذا اللي أيام تاع شعبان، باش يعني تلقوه في رمضان واجد وتتهني يقلع عليك هذاك التعب. المهم هنا، مهم نتوما العلبة اللي عندكم من الأحسن تكون زجاجية البنات، من الأحسن تكون زجاجية باش يشد لكم. وشوفوا يقعد لكم كيما انا يطول معايا. شوفوا انا هذا محتمدته، يعني راني في بالك 4 سنين ولا 5 نديره، يعني ما نعزتش كامل عليه. كامل يقولوا لي كيفاش يقدك تنقي وش يقدك. انا بالعكس يعني نتعب خطرة وما نتعبش ساعة ساعة. مهم هنا بعد اللي عمرته في البلارة نغطيه كيما هكا كيما تشوفوا بالزيت. نمشيه كيما هكا ونديره في الثلاجة. ديروه غير في الثلاجة البنات، ما ديروش في المجمد. وهنا البنات كما تشوفوا طاجين حلو، درت له شوية تاع خبيت له شوية تاع التفاح. هنا درت كما راكم تشوفوا كاس تاع السكر، درت معاه 2 كيسان تاع الماء وطرونش تاع الليم، وخليته كما راكم تشوفوا يغلي باش نطيب هذاك التفاح فيه. بعد اللي غلا هنايا نديرو هذاك التفاح، يعني نديرو غير شاربات ونديرو هذاك التفاح البنات فيه. ندير هنايا كما تشوفوا ملعقة تاع حسل صغيرة غير باش يعطينا هذيك لا كولور الشابة، جاية دوغي. هنا ندير هذاك التفاح يطيب، والبنات ما تطيبوش حتى لين ينطحن. طيبوه يعني على حساب ما يقعد شاد، ما تخلوش حتى ينطحن معاكم. وكيما تشوفوا التفاح ثانيك البنات مين تنقوه ديروا له الليم، كثروا له الليم باش يقعد لكم لا كولور تاعه نيشان. هنا نطيبوه نخلوه غير بعد قد ما يطيب، ومن بعد نديروه البنات في بلارات ولا. المهم اللي عندكم تبغوا تخلوه في الثلاجة، تبغوا ديروه في المجمد، يعني يقعد لكم. شوفوا جديد قاعد ديريه في المجمد غادي يقعد لك جديد تجبديه. من يعني تبغي تزيني هكا تجبديه غير بالحبة. وانا زدت له كيما تشوفوا حبات تاع كبابة، وديروا شوية تاع طرونش هكا تاع قرفة، يعطيه واحد البنة. وماذا بيكم البنات تزيدوا له لافاني تاني ولا المازهر، مهم نكهيه كيما تحبي نتيا. وهو شوفوا هنا البنات نعمره انا في بورت مونجي باش من بعد البنات نولي نقلع غير بالحبة نزين بيها. انا غادي نخليه غير في الثلاجة، نولي نقلع غير بالحبة نزين بيها. شوفوا كيفاش قعد، يعني ما نطحن ما تفتت ما والو. نستفوه كيما هكا شي يعرفوا كي تستفوه. ديروا حبة حدا اختها باش كي تقلعي ما تخسريش. وديروا هذيك الشاربات اللي تاعه زيدوها له باش يعني يقعد لا كولور تاعه تقعد شابة وما يضيعش. نقلعوا هذيك الكبابة البنات والقرفة ونزيدوا هذاك السيرو ونبلعوا عليهم ونديروهم في الثلاجة. مهم ان شاء الله يعجبكم هذا التحضيرات وتجربوهم ان شاء الله، وان شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا وطولة العمر ان شاء الله. نخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.